السلام عليكم بنات، كدايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم في التتمه ديال الفيديو السابق ديال التخمال والحكان. اكيد هاد لي فيديو البنات راهم كانوا قبل من العيد، يعني التخمال اللي كنديرو اللي كدير اي دار واي مرا مغربيه في دارها قبل من العيد الكبير بطبيعه الحال. هنا البنات كما شفتوا كنت صبنت معكم هذوك الحيف الحمرين. دابا دخلت زربيتها هي غير البانكو، ما طلعتهاش للسطح بحكم البنات الشمس، يعني صبنتها غير في البانكو. بقيت كنسرح شويه بشويه وكنحك تساليتها وكنوقفها وكنخوي عليها الماء كنشللها. كما شفتوا حتى كتشلل كامله، يعني كتحك مزيان وكتشلل احسن ما انني نبقى بشوجره في السطح كما قلت لكم الحراره يا البنات. المهم هنا درت الطابيات اللي عندي ديال الدوش اعزكم الله وديال الصالون وهذا، حكيتهم حتى هما البنات بالتيدو جافيل وغنشللهم مزيان ونعلقهم حتى هما دزنا ندوزو على كل شيء. البيت الكلوس البنات حتى هو طلع متصبنتهم، هزيتو كامل، مسحتو، فرشتو، رطيتو، يعني حتى كنكمل هاد حيت كنصبر كلشي في البانكو، يعني حتى كنكمل الروينه ديال البانكو كندوز ليه الماء وكلشي. يعني الا بقى مفرش غادي غير تكرفس. حتى هو البنات جمعتو وسيقتو وبقيت كنصبر في هذا البالكو، يعني كل نهار كندوز حاجه، المانط، الزرابي، كلشي صبنتو البنات، ما خليت حتى شي حاجه، كلشي دزت عليه كما قلت لكم. وكل نهار كندوز 3 حتى 4 الحويجات هكا في الصباح اولا في العشيه كنرتاح. المهم البنات هنا بقاو لي هاد الطابيات غادي نحكهم كيف ما قلت لكم ونشرهم. الطريقه كيف ما درت البنات نيت الزربيه، يعني في الماء كنشيت كنخوي الماء وكندوز بالكراطه باش هكا كيتشلل وكيتحيد منهم داك التيت مزيان. يعني حتى الكراطه فين ما كنشيت كنخوي الماء وكنبدا نجرب الكراطه ونعاود نخوي وكنكرر العمليه 2 حتى 3 ديال المرات باش هكا ما كيبقاش فيهم التيت لداخل. هنا البنات دزت كنحك في اللي جايبه لكم شي طبيعات تقالوسه خلى البنات هذوك فعلا كاين داك السيمه في الجناب ديال البني خلاوها يبسات ما تحيداتش ليا، واخا درت لها ماء قاطع ما تحيداتش. غادي نشوف شي ماركه مزيانه ديال الماء القاطع. المهم البنات هنا هذوك النبيشات اللي كيبانوا لكم ملي ركبت الحديد للبالكون كنت فرشت هكا الكارطون باش ما يوصل. هنا بدات كتحيد لي الصباغه البنات في الحكان، حاولت ما نوصلهاش كما قلت لكم البنات. فرشت الكارطون باش السيد اللي كيركب البالكو هذيك اللعيبه اللي كتقطع الحديد واللي كيسودي بها ما تاثرش ليها رجلي تاع البانكو. لكن رغم ذلك باش كيبغي يقطع شي حديده بداك الليمون تقاس ليا الزليج ديال البانكو، يعني واخا بحال تقولوا مجروح ما بغاش يتحيد منو داكشي. صافي هنا البنات دزت حيدت الريدو ديال الصالون كيف ما كتشوفوا. هو البنات غادي نصبنو وغادي نخليه حتى العشيه كيف ما غادي نتكل. المهم شويه نرتاح ومن بعد غادي نوض باش نفرش الصالون. كما كتشوفوا راه كلشي مقربل كلشي مرون البيوت كلهم مجموعين المخاد عيدت لهم حتى هما الجويان ديالهم صبنتهم. هنا هاد الماط اللي كيبان لكم حتى هما مصبنين مطويين، خاصنا غير نردهم بلاصتهم. المهم كلشي كيف قلت لكم مقربل. هنا البنات راه كانت العشيه من بعد ما تصبن الريدو ونشف غادي ندوز باش نركبو وندوز هكا مسيحه خفيفه على الصالون. حيت قبل ملي يلاه خويتو كنت حكيت ليه الحيوط يعني نقيين، خاصني دابا غير نعاود ندوز شويه جافيل على ود الغبره من تحت الريدو حيت ما دوزتوش البنات، كان الريدو مازال راكب ما دوزتش ليه هنايا حداه. المهم غادي نعاود ندوز مسيحه خفيفه على الصالون وندوز باش نركب الريدو كما شفتوا. غادي نفرش الصالون ان شاء الله. هنا صافي كنت ركبت وما لقيتش كيفاش نصور معكم، راكم عارفين غادي ندير طبله وكرسي باش نوقف ونوصل لبلاصه الريدو. كان هنايا في هاد اللحظه كان راجلي هو اللي عاوني في التركاب ديالو حيت شويه صعيب باش اننا نردو العصا ديالو ما دايرش ليه هذوك الدبيلجات. المهم جاني شويه صعيب. هنا دزت على هاد الايه القرانيه حتى هي مسحتها بواحد شويه ديال الخل هكا في كلينيكس اولا في بابي كويزين، وغادي ندوز عليها هكا غير بشويه ديال الخل الابيض باش كيبقى فيها هذيك اللمعه. كنحيد من هذيك الغبره اللي فيها، كنحاول باش ما تشدش ليا في هذاك البابي باش ما يبقاش لاصق ليا فيها. وصافي البنات كيف ما شفتوا كنت فرجت كلشي كيف ما قلت لكم صبن الحيف صبنتهم شفتي لهم في البالكون. شاركت معكم في الفيديو السابق. غادي نعطر المخيطات ديالي والريدو باش يبقى فيهم هذيك الريحه الزوينه ديال النقا اللي ما كتشراش البنات بالفلوس. والله واخا تشدي شي سيده اللي غتعاونك وتصبن ليك وتنقي لك دارك، الا ما درتيش اللمسه ديالك ما كترتاحيش الصراحه وما كتحسيش بهذا الاحساس هذا بهذا المجهود اللي درتيه.
غيبان لكم بلا الشوطه شويه عيان. هادشي كما قلت لكم راه قبل من العيد، هاد لي فيديو كاملين اللي غنحط لكم قبل من العيد غير عيان واحد شويه وعاد المهم كتاب نحطو لكم وصافرت وهذا راكم عارفين. المهم البنات هنا دزت نشارك معكم واحد الحلوه اللي ساهله اللي هي الحلوه ديال الرخامه. ما كنت مأوله ندير حتى شي حاجه، قلت تنرجع من السفر عاد نصايب هكا شي عجنه ديال الحلوه، وقلت نصايب هذه واخا غير الفطور ديال نهار العيد في الصباح. المهم خديت البنات هنايا القياس اللي بغيتو نتوما ديال الكاوكاو على حساب الحجم اللي بغيتو تصايبوه. هنا خديت كاوكاو كما قلت لكم، حمرت واحد شويه في الفران، قشرت واحد شويه وخليت فيه شويه ديال القشور، يعني ماشي نقيتو كاع بمره. هنا البنات كان عندي التمر، عندي التمر داك المعسل، انا كيضرني في سناني ما بغيتش نخليه يضيع يتلاح. شديته البنات فورته قشرته، قشرته عاد فورته ومعستو البنات مزيان وخليته في الفريكو حتى احتاجيت لهاد العجنه ديال التمر وجبتها. ما كناخدهاش البنات جاهزه، كنوجدها في الدار حسن، كتجي لذيذه وكتبقى غادي وهي كتعلق. هنا البنات كما شفتوا خديت القياس اللي عندي ديال الكاوكاو، ديروا القياس اللي بغيتو، كيلو نص كيلو ربعه، القياس على حساب الافراد ديال العائله ولا الحلوه اللي بغيتو توجدوا. طفت البنات هذاك التمر وغادي نضيف واحد شويه ديال القرفه باش غادي نسمو، وغادي نبدا نعجن في هاد العماره ديالي بالعسل. كنجمعها البنات بالعسل اللي كنت صايبته حتى هو معاكم، غادي نبقى كنجمع فيها حتى تبان ليا القوام ديالها تجمع. كما قلت لكم البنات انا العجنه ديال التمر ما شارياهاش، طار ليا شويه تاع كاوكاو معليش. المهم كما قلت لكم العجنه ديال التمر ما شارياهاش، موجوداها في الدار، داكشي علاش غادي نتقولب في الاخر، ولكن غادي نقدموا الموقف كيف ما غادي يبان لكم. عندي البنات هنا كاوكاو، كنقليل واحد شويه على التمر، والتمر ديال الدار تيطلق، كيبقى غادي وكيتعلق، ماشي بحال اللي كتشريو من الزنقه كيكون ناشف. وهذيك العجنه ديال التمر اللي كناخذوها جاهزه كتبقى غادي وكتشرب. هذا البنات خليته على جنب باش واحد شويه زعما يشرب ليا، ولكن ما حدي انا كنطلق فيه وهو كيطلق هذيك التعليكه ديالو، فاضطريت انني نزيد كاوكاو. كان عندي يعني في الدار، خديت زدت واحد كاوكاو وغادي نزيد واحد صابلي، وغادي نخلي هذا البنات يشرب كيف ما شفتوا. ها نتوما راني خليته شي 3 السوايع ما شربش ليا، بقى كيطلق ديك الحلاوه ديالو. اضطريت انني نزيد كاوكاو وغادي نزيد هنا واحد صابلي. اختياري البنات، ديروه في اي حشوه في اي كيك ديالكم كيجي خطير البنات، بنين 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 بزاف. المهم هرمشت واحد شويه داك الكاوكاو، ما كنطحنوش مزيان، كنخلي واحد شويه مهرمش، وغادي نزيد عليه هاد الباكيه هذه ديال الصابلي حتى هي غادي نهرمشها اولا نطحنها مع هاد الكاوكاو هذا. وغادي نزيدهم البنات على هاد العجنه ديالتي. كتجي البنات الحشوه لذيذه 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 بزاف. التمر راه حلو وديجا كنديروا العسل، يعني ما تحتاجوش انكم ديروا لا سنيده حتى شي حاجه. حلوه كلشي كيعرف، هذه الخامه راه قديمه، غير قلت نشاركها معكم صافي، كلها وطريقته كلها وكيفاش كتعجبو. غادي نهرمش البنات هادشي وغادي نزيدو على العجنه اللي عندي. غادي ندلكها فيها مزيان، ندخل هذا الكاوكاو في التمر مزيان، غادي نزيد نقيطه تاع العسل فقط باش يتجمع ليا. المهم عندكم ميزانكم، كتبقاو تجمعوا في العجنه حتى كتجمع مزيان. كتجي البنات لذيذه، تقدروا ديروا بهاد الحشوه اي طريقه بغيتو، ماشي بالضروره هاد الحلوه ديال الرخامه، كتدار بها بزاف ديال الطرق ديال الحلوه، تعمروا فيها بالعجينه ديال الحلوه بزاف ديال الحوايج. خديت البنات هاد ورق الزبده اللي فايت استعملت من قبل راه ما كيلصقش، وكندير تحت منها واحد البلاطو كنبقى تنطلق فيها بالدلاك. كتحاولوا تطلقوا الفوق وتدوروا تعاودوا تطلقوا الجنب باش تجينا مربعه اولا دايره ولا على الشكل اللي بغيتو. من الاحسن تجي مربعه شويه باش تلقاوها ساهله في التقطاع. غادي نطلقها البنات مزيان، وزدتها البنات كما قلت لكم كاوكاو، زدت صابلي، كان الشوكولاط ما كافينيش ولكن غادي نعدي به، ما قدرتش البنات نخرج في هذيك الشمس والحراره، ما قديتش نهبط. صافي قديت بهذاك الشوكولاط اللي كان عندي، حيت كنت معوله على واحد الكميه اللي هي قليله ديال الكاوكاو والتمر، ولكن التمر دارها بيا بدا كيطلق ديك التعليكه ديالو، وبقات كتجرى ليا العجنه. صافي اضطريت نزيد كاوكاو داك الصابلي، وغادي ندير غير هاد الشوكولاط اللي جدتو على ود العجنه الاولى. غادي نسرح البنات هنا الشوكولاط اللي كيف ما شفتوا الشوكولاط عندي كالا. هاد الكحل كنت خديته كالا صدق زوين، ولكن الابيض ماشي كالا، ما كتعجبنيش صراحه شي ماركه اخرى من غير كالا.
الابيض ما صدقش ليا بزاف بحال هاد الكحل. المهم البنات درتو في حمام مريم دوبتو، ودابا غادي نبدا نسرحو فوق العجنه ديالتي. هنا راني كنت درت واحد 4 ديال الشوكولاتات بيضين باش غادي نزوق الزواقه ديال الملفوي. غادي نحاول نفكو عليها كامله باش تجيني مغطيه كامله بالشوكولات. انا البنات كنت قلبت على البراني مخليها خاصه بالحلويات والشوكولا، ما لقيتهاش، درت في هاد البلاستيكه وبقيت كندي وكنشوف دوك الخطوط ما يجيوش قرابين بزاف من بعضياتهم، في نفس الوقت ما يجيوش بعاد. المهم بحال هكا باش كتجي الزواقه باينه وواضحه. غادي نبدا البنات ندي الموس بالعكس، كنهبطو كنقلبو بالعكس ديالو، انا طالعه هابطه حتى كنكمل الزواقه ديال الملفوي كامله. تقدروا تخليوها غير بحال هكا سامبل شوكولاط كحيل وترشوها بشويه الكوك اولا بشويه كاكاو مهرمش، اللوز، اي حاجه بغيتو، غير هو يكون الشوكولاط مازال ما يبسش باش كيشد ليكم في داكشي اللي زوقتوه به. غادي نبقى نعكس الموس البنات، دابا كنجيب العكس حتى غادي نكمل هذوك الخطوط كاملين، وغادي نديرها البنات في الثلاجه ونخليها حتى تبرد تماما، تنشف مزيان باش ملي نقلبها ما تعواش ليا الزواقه ديالها. غادي نخليها نيت في هاد ورق الزبده ونديرها هكا بالبلاطو ديالها في الثلاجه، راه دغيا البنات كتشد في راسها. حيت درت الطبقه كما قلت لكم رقيقه، انا كتعجبني رقيقه ما تجيش غليظه. ومن بعد ما تنشف ليا، ها هي البنات هنايا راه كانت نشفات، درت البلاطو وقلبتها وحيدت ورق الزبده، راه ما كيلصقش نهائيا. هنا كيما شفتوا البنات هاد الشوكولاط الابيض هو اللي كنت قلت لكم ما عطانيش كالو، انا ما رديتش ليه البال. قال هي اللي كتكون زوينه في الصراحه. هذا بالزربه بحال القبص غير درتو مشف في البلاصه، ملي جيت انني نزوق الزواقه ديال الملفوي ما بغاتش تزوق ليا حيت الشوكولاط في البلاصه ديالو نشف. من الاحسن البنات عاود تاخذوا كالا زوينه. الشوكولاط الكحل خديتو كالا، ولكن داك الابيض ما عرفتش داك النوع ديال الشوكولاط ما صدقش ليا بنهائيا، وعاد جا قليل حيت كنت معوله على واحد العجنه اللي هي قليله، اضطريت زدت الشوكولاط، زدت هذاك الصابلي. المهم البنات حاولت انني نزوقها حتى من الوجه الثاني ديالها وصافي. المهم هو المذاق راه كاين والوجه راه كاين انا راه ما درتهاش على ود غيجي عندي شي حاده ولا، المهم درتها غير باش نفطروا بها كما قلت لكم نهار ديال العيد اولا الصباح ديال العيد هكا، ما نعطي لولدي مره وصافي. غادي نبدا نقطع البنات هكا مرصويات طوالين، نحاول ندير نفس القياس باش ما يجينيش شي كبير وشي صغير. وغادي نبدا نقطع هكا البنات بالعكس على شكل مثلث، تقدروا تقطعوها مربعات صغيورين اي شكل بغيتو تقدروا ديروه في القبيعات الطوال اولا الدايرين. انا غنخليها غير هكا كما قلت لكم، درتها غير لينا حنا، غادي نخليها غير هكا في طبيعتها. كتجي البنات معلكه لذيذه التعليكه تاعتها ما نعاودش لكم عليها، راه كلشي واضح في الفيديو. غادي نكمل البنات التقطاع ديالها ونتلاقاو ان شاء الله في التقديم. راه كتخرج كميه ما شاء الله، وعاد انا درتها بالطول، يعني ملي كتقطعوها مربعات صغيره راه كتخرج لكم اكثر من هكا. كنبقى غاديه بنفس الحجم وبنفس الشكل ديال التقطاع ديالها، راه ما كتهرسش، خاصها غير تنشف مزيان. هانتوما البنات كتجي خطيره نتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقه. والتمر ديال الدار البنات تصايبوه في الدار وتردوا عليا الخبار، كتجي معلكه. انا درتها كما قلت لكم تبقى رقيقه، ما بغيتهاش غليظه عاوتاني بزاف. الزواقه ديالها راه باينه، شوفوا ما شاء الله البنات، وكتخرج كميه لا باس بها، ما فيهاش القوام بزاف، ما فيهاش كثر الطياب، ما كطيبيها ما حتى شي حاجه. شوفوا لي البنات التعليكه ديال الكاوكاو ديال داك التمر والصابلي ما نعاودش لكم. نتمنى تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا. هنا ما بقى ليا الا نقول لكم تهلاو ليا براسكم، واللي مازال ما مابونيش تابونا معايا، وما تنساونيش من اللايكات والتعاليق ديالكم.